بيبدأ الفيلم بنيك وصديقتها ليزا وهم في البحر وبيمارسوا رياضة الغطس، وبيكونوا مبسوطين جدا لأن الجو جميل والمية صافية. وبتظهر صديقتهم جودي وهي طالعة من تحت المية وبتكون اصطادت سمكة كبيرة. بعدها بتظهر كاسي أخت نيك وبنلاقي إنها اصطادت سمكة أكبر، وبيكونوا كلهم مبسوطين ومستمتعين بوقتهم وبياخدوا صور تذكارية مع بعض. بس نيك وهي بتركب عربيتها بتاخد بالها إن أختها بتتخانق مع جوزها، بس ما بترضاش تتدخل. تركب نيك عربيتها، وأثناء ما هي في الطريق بتتصل على كاسي بس بتلاقي تليفونها مقفول، فبتسيب لها رسالة وبتطلب منها فيها إنها تطمنها عليها. أما بتوصل نيك للبيت بتكون أختها آن موجودة هناك، وبنلاحظ إن آن مش بتتقبل أي نصيحة من نيك، وبتقول لها إن حياتها مختلفة عنها وعن كاسي. في الوقت ده بتوصل لنيك رسالة من كاسي وبتطلب منها فيها إنها تروح لها على البيت فورا. وبتروح نيك بسرعة على بيت كاسي وبتلاقي باب البيت مفتوح، تزق الباب وبتدخل وبتشوف جريك وهو قاعد لوحده بعيد وحزين. وبتقرب نيك منه وبتلاحظ إنه متعور في وشه، فبتسأله عن أختها. بيقول لها إن كاسي هي اللي أجبرته يعمل كده. وبتجري نيك تدور على أختها في البيت بسرعة لحد ما بتلاقيها ميتة في الحمام. وبعد مرور سنة تقريبا من موت كاسي بتظهر نيك وهي بتزور أصدقائها ليزا وجودي، واللي بيتبسطوا جدا برجوعها بعد ما غابت عنهم فترة طويلة. بنعرف إن نيك طول الفترة اللي فاتت كانت موجودة في الهند، وبتقف نيك تبص للبحر وبتفتكر أختها وبيظهر عليها الحزن. وبتشوف نيك صورتها مع كاسي لما كانوا في البحر وبتحبس دموعها قدام أصدقائها، وبتطلب منها جودي إن هم يقوموا برحلة غطس لإحياء ذكرى كاسي. بعدها بتروح نيك على أوضتها وما بتقدرش إنها تحبس دموعها. وتاني يوم بيروحوا كلهم للشاطئ علشان يبدأوا رحلة الغطس اللي اتفقوا عليها. وبتبدأ كل واحدة فيهم تاخد مركب وبتنزل بيها للبحر، وبيفضلوا يجدفوا لحد ما بيوصلوا لمكان في وسط البحر وبيلبسوا معدات الغطس. وبيظهر على آن إنها خايفة لأنها أول مرة تغطس، وبتخاف آن أكتر لما بتحس بحركة غريبة في المية حواليهم. وبتغطس نيك تحت المية بس بتطلع بسرعة لما بتفتكر موت أختها كاسي. وبتمسك آن المنظار علشان تشوف المكان حواليهم، وبتشوف بنتين ناحية الشاطئ وبيكونوا راكبين على لوح خشب وبيلعبوا في المية. وبتلمح آن سمكة قرش، فبتندع على ليزا وبتقول لها، وبتسألها ليزا عن حجم السمكة اللي شافتها. سام بتقول لها إنها مش عارفة تحدد حجمها لأنها يدوب شافت زعنفتها. وفي الوقت ده بتطلع جودي من تحت المية وبتوري نيك السمكة اللي اصطادتها. عندها بيندع عليهم آن وليزا وبيقولوا لهم إن في سمكة قرش في المية. وبتلبس جودي نضارة الغطس وبتنزل تحت المية تدور على سمكة القرش، ما بتلاقيهاش، وبتقول لنيك إن مفيش حاجة في المية. وبيبدأوا إنهم يتحركوا ناحية المركب لكن ببطء علشان ما يلفتوش انتباه سمكة القرش. وبتقول جودي الآن إن المنطقة دي دايما بيكون فيها أسماك قرش، لكن أغلب أنواعها ما بتأذيش البشر. وبتطلب منهم إنهم يجدفوا ناحية الجزيرة. وبتكون آن آخر واحدة فيهم، وبيكون واضح عليها إنها لسه خايفة من سمكة القرش. فجأة بتشوف آن سمكة قرش كبيرة بتتحرك تحت المركب، وبتحاول إنها تجدف بسرعة علشان تبعد عن المكان، بس المجدف بيقع من إيديها في المية. تكون آن خايفة إنها تمد إيديها وتجيبه، لكنها بتتشجع وبتنجح إنها توصل له. تندى آن على ليزا علشان تساعدها، لكن ليزا بتكون بعيدة جدا عنها وما بتسمعهاش. تجدف آن بسرعة كبيرة جدا علشان تحصل أصدقائها، لكن للأسف حركتها السريعة دي بتلفت انتباه سمكة القرش اللي بتهجم على المركب وبتخبطه، وبتقع آن في المية. وبتعوم آن بسرعة علشان ترجع للمركب، لكن المركب بيكون مقلوب. وفي اللحظة دي بتشوفها ليزا وبتلف بسرعة علشان ترجع لها وتساعدها، بس سمكة القرش بتهجم على ليزا وبتوقعها في المية. وبتثبت ليزا في المية علشان ما تلفتش انتباه سمكة القرش. إنها بتشوف السمكة وهي بتقرب من آن، فبتندع عليها بصوت عالي علشان تحذرها. وفي اللحظة دي بيكونوا نيك وجودي شافوهم ويتحركوا ناحيتهم بسرعة علشان يساعدوهم. تكون آن لسه بتحاول تطلع على المركب وسمكة القرش بتقرب منها بسرعة. وفي آخر لحظة وسمكة القرش على وشك إنها تعضها من رجليها، بتنجح آن إنها تطلع فوق المركب. بعدها بتهجم سمكة القرش على ليزا وبتاخدها وبتغطس بيها تحت المية. وبتتصدم آن وبتفضل تنده على صاحبتها وتعيط. وفي الوقت ده بتكون جودي ونيك وصلوا للمكان وبيكونوا مصدومين من اللي بيحصل. وما بتستوعبش جودي إن ليزا ماتت وبتفضل تنده عليها. تقرب نيك من أختها آن وبتطلب منها إنها تنزل من على ظهر المركب علشان يعدلوه. وبتخاف آن إنها تنزل للمية، بس نيك بتطمنها وبتنزل هي الأول لحد ما بتقدر إنها تقنعها تنزل من على ظهر المركب، ويساعدوا بعض لحد ما بيقدروا إنهم يعدلوه. وبتطلب آن من نيك إنهم يروحوا للجزيرة بسرعة علشان ينقذوا البنتين اللي بيلعبوا في المية. وأثناء ما هم في طريقهم بتشوف جودي زعنفة سمكة القرش وراها، فبتقف ثابتة في المية تراقب سمكة القرش وهي معدية من جنبها ورايحة ناحية البنتين.
فبتنده جودي عليهم بصوت عالي، لكن للأسف ما بيكونوش سامعينها. وفي اللحظة دي بتكون واحدة من البنتين وصلت للشاطئ وبتنده على بنتها وينستون علشان تخرج لها من المية، لكن وينستون بتضحك وبتكمل لعب مع صديقتها ديمي. وفي الوقت ده بتلمح الأم زعنفة سمكة القرش، فبتترعب وبتطلب من بنتها إنها تعوم بسرعة ناحية الشاطئ وتخرج من المية. تطلب الأم من ديمي إنها تفضل في مكانها لحد ما سمكة القرش تبعد عن المكان. سمكة القرش بتهجم على اللوح الخشبي وبتدمره، بتوقع ديمي في المية. وفي الوقت ده بتكون جودي وصلت للمكان، وفجأة بتظهر ديمي على سطح المية وبتقرب منها جودي بسرعة وبتطلعها معاها على المركب، وبتقدر إنها توصل بيها للشاطئ. وبتعمل نيك لوينستون الإسعافات الأولية، وبتسأل آن أم ديمي إذا كان في وسيلة اتصال على الجزيرة علشان يطلبوا بيها النجدة. وبتقول لهم أم ديمي إن مفيش أي وسيلة اتصال، لكن في مستشفى في جزيرة قريبة منهم. سألها آن إذا كان عندهم مركب يوصلوا بيه للجزيرة، فبتاخدهم أم ديمي وبتروح بيهم على الشاطئ وبتوريهم المركب الوحيد اللي موجود عندهم، لكن المركب بيكون صغير ومتهالك وممكن إنه يغرق بيهم. وبتقترح آن إنهم يربطوا المراكب الصغيرة في المركب ده، وبكده هيكون حجم المركب أكبر ويقدروا إنهم يركبوا فيه كلهم. وبتكون نيك خايفة ومش موافقة على الفكرة، وبينزلوا كلهم للمية وبياخدوا معاهم سكينة كبيرة علشان يدافعوا بيها عن نفسهم ضد سمكة القرش. وفجأة وهم في طريقهم بيتعطل موتور المركب، وبتحاول جودي إنها تشغله تاني. فجأة بتهجم عليهم سمكة القرش وبتخبط المركب وبتقع آن في المية. وأثناء ما آن بتحاول إنها ترجع للمركب بتخطفها سمكة القرش وبتغطس بيها تحت المية، وبتصرخ نيك وبتنده على أختها. وبتظهر آن على سطح المية مرة تانية وبتنط نيك في المية علشان تساعد أختها، وبتاخدها وبتعوم بيها ناحية المركب. وبتقول لهم جودي إن سمكة القرش بتحوم حواليهم، وبتطلب منهم إنهم يجدفوا بسرعة علشان يوصلوا للجزيرة. وبتقول لهم نيك إنهم لازم يقتلوا سمكة القرش لأنها مش هتبطل تهاجمهم. وبتجيلهم فكرة إنهم يربطوا السمكة اللي اصطادتها جودي طعم في المركب الصغيرة، علشان لما سمكة القرش تاكل الطعم تسحبها المركب الصغيرة اللي بتغرق تحت المية وما تقدرش إنها تطلع لفوق تاني. وبتغرق المركب الصغيرة وبتغرق معاها سمكة القرش، وبيفرحوا إنهم أخيرا اتخلصوا منها. لكن للأسف سمكة القرش بتقدر إنها تتخلص من المركب وبترجع تهجم عليهم من تاني. وبتقرر نيك إنها ترمي الشبكة اللي موجودة معاهم على سمكة القرش وتصطادها، بعدها تقتلها بالسكينة. لكن آن بتقع في المية لما سمكة القرش بتتصدم بالمركب وبتتعلق في الشبكة مع القرش. وبتمسك نيك السكينة وبتهجم على سمكة القرش وبتطعنها وبتنجح إنها تقتلها وتنقذ أختها. وبعد مرور فترة كبيرة بنشوف نيك وجودي وآن وهم على الشاطئ، وبتتصل بيهم ديمي وبتكون خفت وبقت كويسة، لكن عضة القرش سابت لها علامة كبيرة في رجلها، علشان كده أصحابها بيسموها بنت سمكة القرش. بعدها بيحطوا صورتهم عند صخرة مكتوب عليها اسم كاسي وليزا، وبيقولوا لهم إنهم هيفضلوا عايشين جواهم مش ممكن هينسوهم أبدا. ولحد هنا بينتهي الفيلم. ما تنساش اللايك وإنك تنزل تشترك في القناة، ونشوفكم الملخص الجاي.